بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده انا محوشه، شايفين ما شاء الله، محوشه وش اللبن اهو. النهارده هنعمله ايه؟ هنعمله زبده اهو. النهارده يا جماعه الزبده والحاجات غاليه، اما بنجيب اللبن بنغليه وبننزع الوش بتاعه، بناخد منه الوش وبنعمله. هتعملي احلى زبدة في البيت اهو. هنعمل ان شاء الله كده كمية حلوة من الزبدة اهي. الزبدة اللي في البيت سريعة وسهلة وما شاء الله، وهتملي بيتك كله ايه خير اهو. هتجيبي اللبن هتغليه، بس تجيبي لبن مضمون وحلو ويكون تقيل، هو اللي هيعمل معاكي كمية من القشطة اهو. احنا ده محوشينه اهو في البيت اهو، شايفين ما شاء الله، محوشين كمية حلوة اهو من وش اللبن. انا هضربها بايدي كده على طول اهي، هعملها بايدي مش بالمضرب، على طول كده هتبقى معاكي ان شاء الله احلى زبدة بيتي وجميلة ومضمونة اهي. مش هتاخد معاكي، انت هتكوني حطاها في الفريزر، هتطلعيها من الفريزر تفك شوية، وبعد كده هتطلعيها على طول هتعمليها، مش هتاخد معاكي 5 دقايق اهي. انا عايزه اصور لكم بس عشان الكاميرا. مجرد ما هتتخن معاكي هتلفيها على طول هتبتدي تتخن معاكي، عشان ما اصورش. مجرد ما هتتقل معاكي مش هتقدري تعمليها بالضرب كده، هتعمليها كده كأنك ايه اهي بتعجنيها اهي ما شاء الله اهي، شايفين اهي. هي خلاص هتبتدي تتخن معايا ما شاء الله اهي. هتروحي انت بقى ايه اكنك بتعجني عجين، مش هتقدري تلفيها مادام تخنت معاكي اهي. هتبتدي، اهم حاجة اللبن يا جماعة ما شاء الله يكون لبن تخين كده وحلو، وانت هتاخدي اهو، شايفين ما شاء الله اهي ابتدت تبقى في ثواني زبدة اهي. يا جماعة المية مجرد ما تنزل المية بتاعتها الزبدة اهي هتنزل المية بتاعتها كده اهي، ابتدت تنزل ميتها بقيت معانا ما شاء الله زبدة اهي اهي. هتنزل المية بتاعتها كلها اهي، ابتدت تنزل ميتها، هتبقى معانا زبدة ما شاء الله اهي متماسكة وجميلة احنا كده بقى اهي نزلت كل المية اهي بتاعتها، شايفين ما شاء الله هتنزل كل اللبن اللي فيها
تنزل اللبن، كل اللبن اللي فيها اهو. بصي يا حبايبي، نزلت كل اللبن اللي فيها اهو. اهي اللبن، كل اللبن اللي في الزبدة هنعملها اهي كور، هتبقى عبارة عن كتلة اهي ما شاء الله. اللبن ده ما بنرموهوش، اللبن بتاع القشطة ده اللي نازل من القشطة ما بنرموهوش يا جماعة، بنعمل بيه اي حاجة، بتعجني بيه اي حاجة، اي حاجة بتعمليها في المخبوزات المعجنات بتحطيه فيها اهي. شايفين ما شاء الله. هنجيب وهنعملها كده. شوفوا بعد ما خلصنا الزبدة بتاعتنا اهي، احنا هنبتدي نكورها اهي اهي. هنشيل المية اللبن بتاعها خالص اهو. اهو يا حبايبي، احنا ايه هنعمل الزبدة كده، هنشيل المية بتاعتها خالص. شوفوا احنا عملنا ما شاء الله قد ايه زبدة اهو. عملنا كمية ما شاء الله، واللبن اهو بتاعها ده مش هنرميه يا جماعة، زي ما قلت لكم احنا هنعمل بيه اي حاجة من المخبوزات اللي احنا بنخبزها. ان شاء الله تحطيه في العجين في اي حاجة. بصي يعني اللبن ده بتاع الزبدة ده تحطيه في اي مخبوزات اهو. شايفين كمية الزبدة اللي احنا عملناها ما شاء الله قد ايه اهي اهي، من علبتين من القشطة ما شاء الله اهي. هنسيحهم، هنبقى ان شاء الله نوريكم فيديو واحنا بنسيح الزبدة اهو. ده فيديو لوحده، بس انا قلت اوريكم الزبدة اهي وهي طالعة ما شاء الله عليها اهي. شايفين الزبدة ما شاء الله اهو يا جماعة. الزبدة ما شاء الله بعد ما عملناها اللي طلعناها من القشطة اهي، ضربناها بايدينا، عملناها بسرعة اهي ما شاء الله عليها. طلعنا كمية حلوة. هتجيب اللبن هتغليه، هتنزعي الوش. المهم اللبن يكون من عند لبن مضمون، يعني الدسم فيه كده وبيبقى تقيل وحلو. هتطلعي كمية قشطة وتعملي احلى زبدة في البيت واحلى سمنة بلدي هتعمليها. وان شاء الله عشان ما نطولش عليكم الفيديو هنبقى نعمل لكم فيديو تاني لتسييح السمنة اهو. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير واشتركوا في القناة اهو. لو عايزين تشوفوا الزبدة دي عملناها ازاي هتخشوا وتشوفوا احنا عملنا ازاي للزبدة. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.